انسان ما قريتيهش كتجي كتقول له ما مربيش خاصني نعاود لك الترابي. ما سكنتيش 40 متر بناها في جماعه قرويه اولا في حي شعبي كتجي كتريبها له. ما داويتيش كيمشي يقلب على اللي يكويلو اولا على اللي يبخ عليه بالكيف. ما خدمتيش دار كروسه ديال الخضره كتجي كتهرسها له. وهنا بدا الغلاء المهول في مختلف المواد اللي عندها ارتباط بالفلاحه واللي ناتج بالاساس عن فشل المخطط الاخضر. وفي هذا الصدد رصدت المهمه الاستطلاعيه الاختلالات اللي كتعتري توزيع وتسويق المنتجات الفلاحيه. سيد الوزير، الحمد لله بلادنا حباها الله بنعمات الفوسفات، لكن كنلقاو اثمنتها مرتفعه جدا جدا وتثقل كاهله الفلاحه الصغار والمتوسطين في الوقت اللي خاصها تباع باثمنه جد منخفضه باش نشجعوهم على الانتاج اكثر. وهنا الحكومه فين خاصها تدخل وتقنن الاثمنه ديال الزريعه ديال الادويه الاسمده العلف لانكري لتصل الاثمنه الى 20% من القيمه اللي عليها دابا. هادشي الا بغينا ننجحوا الجيل الاخضر. وتمكين الفلاح المغربي من المواد المرتبطة بالفلاحة بأرخص الأثمان للوصول إلى الأثمنة التي توازي الدخل الفردي للمواطن المغربي. وتصورنا واضح بخصوص ثمن البيع النهائي للمواطن. زيت الزيتون ما خصوش يتعدى 30 درهم لترو، زيت المائدة 10 دراهم، السردين 3 دراهم إلى غلا، بطاطا مطيشة فلفلة البصلة هادو مواد أساسية ما خصهاش تعدى 2 دراهم في بلادنا لأنها بلاد فلاحية طبعا. العدس، اللوبيا، الحمص 10 دراهم، البيض درهم، الدجاج 10 دراهم، اللحم ما خصوش يفوت 50 درهم الكيلو. إلا كنتوا فعلا حكومة منبثقة من الشعب هذه هي الحلول، وإلا كنتوا حكومة ديال البطرونة شريوا مع راسكم النقابات وزيدوا هلكوا الشعب كما هلكتوا التعليم، والعواقب ستكون وخيمة أكثر من اللي راها دابا. وشكرا.